حبايبنا طلاب تالتة ثانوي، بقرا الرسائل بتاعتكم ووصلني كتير منكم يعني عايز يطمن ويعرف احنا ازاي هنمشي الايام اللي جايه دي في المراجعات. احنا هنحل مع بعض بنك الاسئله لكن مش كامل. بنك الاسئله يا جماعه بتاع المعاصر نازل بعدد اسئله جبار جدا جدا جدا. يعني كل درس اصلا ده هو حاطط عدد اسئله اكبر من عدد الاسئله اللي احنا حليناها في الشرح، هو عدد تمارين ضخم للغايه. طب هل مطالب مني ان انا كطالب ابقى عندي اجابات او احل بنك الاسئله ده كامل؟ الاجابه لا طبعا. المطلوب مننا يا شباب ان احنا نذاكر بذكاء مش بجد، بذكاء. ازاي؟ كون انك انت تمسك تمارين المعاصر كلها من الالف للياء تحلها دلوقتي، فانت هتعمل حاجتين: هتضغط نفسك وقت جدا جدا جدا، تبقى مضغوط طول الوقت. ثانيا هتظلم بقيه المواد، واحنا مش عايزين دي، مش عايزين الاثنين دول خالص. لا عايزين نضغط وقت ولا عايزين نظلم بقيه المواد. امال نعمل ايه؟ احنا هنختار في المراجعه، ودي لازم يبقى فيه ثقه كده متبادله ما بيننا، ان انا هختار لك اهم الاسئله، الاسئله اللي هي من وجهه نظري اقرب للنظام الجديد، الاسئله اللي في اعتقادي ان الطلبه بتتلخبط فيها، الاسئله اللي تضيف لك مفاهيم، اللي هي بتركز على المفاهيم، شغل المفاهيم، لان هو ده اسئله النظام الجديد. فانا الاسئله دي انا منقيها بحرص وبعنايه شديده جدا. فمثلا احنا عندنا فرع زي فرع الديناميكا. فرع الديناميكا لما حسبنا بنك الاسئله بتاعته لقينا ان بنك الاسئله ده فيه حوالي 900 سؤال، تقريبا 900 وشويه. فاحنا اخترنا منهم 280 سؤال، يعني تقريبا التلت. طيب انا كده خفضت لك الوقت للتلت، بس في حاجه بقى: ال 280 سؤال دول لازم يكون عندك اجابات عنهم كلهم، لان مش هينفع بقى احنا ايه، احنا مختارين جزء، الجزء ده هيبقى عندنا اجابات لجزء منه وفي جزء لا لا. انا اخترت لك 280 سؤال من وجهه نظري، دول الاقوى، دول اللي راجعوا المنهج بشكل كويس جدا جدا جدا، دول اللي بيركزين على المفاهيم وفيهم شغل. ما احنا لو هنحل الاسئله المعتاده ما عملناش حاجه من عندنا، احنا كده بنضيع وقت. فانا هركز في كل فرع بنفس الطريقه كده. يعني لو الفرع فيه حوالي 900 سؤال هتلاقيني خدت منهم من 200 ل 300 سؤال، يعني بتكلم في نسبه التلت منهم. الفيديوهات دي ان شاء الله هتنزل لك يعني بشكل منتظم. احنا بنحارب الوقت في الموضوع ده عشان خاطر فيديوهاتك دي تنزل لك، وان شاء الله لحد ما نوصل ليوم 10 6 كده، او يعني بدايه شهر 6 هيكون اكتمل المنهج كاملا كاملا، مش ناقصك اي حاجه خالص. في نفس التوقيت احنا هنصور المراجعه اللي هتتم في السنتر دي. الفيديوهات دي هتبقى يعني مساعده ليك قوي ليالي الامتحان. المفروض ان احنا مثلا عندنا حاجه زي الجبر والهندسه الفراغيه، مثلا لو دول حوالي 5 وحدات، فانت معنى كده انك انت هتلاقي 5 فيديوهات، 5 فيديوهات شرح مراجعه كده وتربيط الاحداث ببعضها. بقى كمان ان شاء الله هيبقى موجود على القناه حلول للامتحانات، امتحانات الجمهوريه من سنه 2021 22 23، دور اول ودور تاني، بكل النماذج اللي نزلت، بكل حتى النماذج الاسترشاديه خلال ال3 سنين اللي فاتوا دول. فيبقى معاك كم امتحانات كبير. المره دي قبل الامتحانات في فواصل زمنيه كبيره، فهتلحق تتفرج على الفيديوهات دي وهتلحق تتفرج على الامتحانات، وهنبقى عاملين لك خطه ليالي الامتحان، بس دي نسيبها لوقتها. مبدئيا بنك الاسئله احنا مش هنحله كاملا، احنا هنحل الاسئله المهمه منه. وانا انصحك انك انت ما تحلش بنك الاسئله كامل، لان انت هتضيع وقت بالطريقه دي. عدد الاسئله اللي في بنك الاسئله جبار، وانت عارف ان ممكن مثلا يعني اول درس لو قلنا تفاضل الدول المتجهه نازل بحوالي 70 او اكتر من 70 سؤال، دول ياخدوا يوم. طب هل انا متاح معايا يوم لدرس واحد بس في الرياضه؟ طب وبقيه المواد وبقيه دروس الرياضه؟ اكيد لا. فانا عشان كده وفرت لك وقتك، بقول لك خش على الفيديو واتفرج على الاسئله دي، الاسئله المهمه من وجهه نظر حد متخصص في الحاجه دي وعارف من احتكاكه بالطلاب ايه الحاجات اللي ممكن تلخبطهم وايه الحاجات اللي ممكن يقعوا فيها. فانا يعني مختار لك الحاجات اللي هي ممكن يبقى فيها قلق بالنسبه لك او ممكن يبقى فيها لخبطه بالنسبه لك. لكن سؤال مباشر، حد بيقول لك انا عايز معاك سرعه وبيقول لك انا عايز عجله فنشتاق، لا خلاص، ما انت عارف الكلام ده، يعني الكلام ده بالنسبه لك محفوظ يعني. فانا ركزت على الحاجات اللي ممكن تلخبط، وان شاء الله الامور كده هتبقى كويسه وخير. وادعوا لنا يعني ان احنا نقدر ربنا يقوينا، عشان كم التصوير المطالب مننا كم كبير جدا جدا جدا، بس عشان خاطركم وعشان رسائلكم اللي شفتها على الصفحه، يعني مش هقدر اتاخر عليكم في اي حاجه خالص.
وربنا يوفقكم ان شاء الله، وما تقلقوش، منهجنا هيخلص بشكل كويس، وان شاء الله ان شاء الله معانا 120 درجه، ان شاء الله يبقى مع معظم الناس ال 120، واللي ينقص ان شاء الله مش بنتكلم في اقل من 110 من 120. وربنا يوفقكم ان شاء الله يا باشمهندسين، ونشوفكم على خير. يلا سلام.